السلام عليكم أستاذ عمر. أنا حاليا بويستر يونيون مشان تحويل المبلغ لإرسال الدعوة والمباشرة بأمور الإجراءات التأشيرة والدعوة وكذا. عمرك شفت عميلة من ماليزيا جنسيتها سورية تحول فلوس لشخص قاعد في مكتب متواضع في سان باولو؟ لا وعود ولا كلام كبير ولا نتائج مسبقة، بس بداية صح. من اللحظة دي بدأنا نمشي خطوة خطوة لحد السفارة. القصة بدأت لما العميلة كلمتني من ماليزيا. جنسيتها سورية وظروفها زي ناس كتير نفسها تسافر بطريقة قانونية وآمنة ومن غير مخاطر ومن غير ما ترمي فلوسها في الهوا. قبل أي حاجة اتكلمنا كتير، شرحت لها الطريق كامل خطوة بخطوة من البداية للنهاية، ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وامتى نبدأ وامتى نستنى. ما كانش في ضغط ولا استعجال ولا وعود كدابة. في يوم وصلني التحويل فعلا. في اللحظة دي ما حسيتش إنها فلوس وبس، حسيت إنها ثقة. ثقة من شخص في دولة بعيدة بيحط مستقبله في إيد إنسان قاعد في مكتب بسيط، بس مؤمن إن الشغل الصح هو اللي بيكمل. وأنا قاعد في مكتبي المتواضع هنا في سان باولو، البرازيل. مكتب بسيط، لكن من هنا بخدم عملاء من كل أنحاء العالم. ومن هنا تبتدي الحكايات وبتبدأ المسؤولية. بدأنا أول خطوة رسمي، تجهيز خطاب الدعوة، ترجمة معتمدة وإعداد خطة سفر دقيقة، مش عامة ولا منسوخة، خطة متفصلة على حالة العميلة نفسها، لأن أي غلطة بسيطة أو تناقض صغير ممكن يوقف الملف كله. وأنا مؤمن إن البداية الصح هي نص الطريق. بعدها دخلنا المرحلة الأهم، مرحلة التوثيق، الدعوة وخطة السفر. اتوثقوا من 3 جهات حكومية داخل البرازيل. كل توقيع، كل ختم، كل إجراء معمول عشان الملف يبقى قانوني وواضح. دعوة صادرة من شركة سياحية مسجلة رسميا مقيدة في وزارة السياحة البرازيلية، وكل حاجة ماشية في الطريق الصحيح، طريق قانوني. بعد ما خلصنا التوثيق، الأوراق اتشحنت عبر DHL وهتوصل خلال 5 أيام فقط. لحد اللحظة دي لسه ما قدمناش على التأشيرة ولسه ما دخلناش السفارة، لأن التقديم هيبدأ أول ما الأوراق توصل. ساعتها هنبدأ المرحلة التانية فعليا، تجهيز ملف التأشيرة، مراجعة كل مستند، ترتيب الأوراق بدقة، استقبال ملفات العميلة PDF، مراجعتها بند بند عشان الملف يبقى جاهز للتقديم من غير استعجال. بعد تجهيز الملف بالكامل هناخد ميعاد رسمي في السفارة ونبدأ التقديم والمتابعة خطوة خطوة بهدوء من غير وعود مسبقة، لأن الهدف إن كل حاجة تدخل صح وفي وقتها. القصة دي مش عن نتيجة، مش عن استعجال، القصة عن طريقة شغل نضيف، عن إنك تمشي صح من الأول وتسيب النتيجة تيجي في وقتها. الثقة اللي بدأت من أول تحويل والشغل اللي لسه مكمل لحد آخر خطوة. لو أنت محتاج دعوة رسمية من البرازيل، خطة سفر حقيقية، وتجهيز ملف التأشيرة من غير مخاطرة، متابعة خطوة خطوة من أول التواصل لحد باب السفارة، كلمنا وخلي بدايتك صح، لأن البداية الصح تفرق. عالم السفر، سكة أمان شفهية. عالم السفر بتقدم خدمات لوجستية متكاملة قبل وبعد التأشيرة. بعد التأشيرة بنستقبلك في المطار، إيجاد سكن، إخراج الأوراق. عالم السفر